القائمتين الاولى تماما. الكرة شوف عدد كبير من لاعبين نابولي وحده فقط في القائم الثاني. جاء بالون بيرامي السويسري مفتتح المدار الذاتي لنابولي في 60 دقيقة على الميلان يلعب البداية. 6 دقائق لعب بيرامي يمنح التفوق لعناصر فريق نابولي في سبيل الجمال. ميلان هي ميلان. كرة لإيجوين الشباك. هدف ثاني مبادئ قوة كبيرة حتى في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس كروتشا بيبكي مسجلا هدفا ثانيا قاتلا لنابولي امام الميلان في الدقيقة الثانية لانطلاقة المباراة. نيونغ على الجهة اليسرى هيلة من نيونغ يرجع لبالوتيلي. بالوتيلي هدف في منتهى الروعة من الكثير من الخير. فعل في هذا المطاف بعد ان اخفق لاول مرة في حياته في تسجيل ضربة الجزاء. هاول يسجل هدف في منتهى الروعة في الثواني الأخيرة من عمر الوقت بدل الضايع. وتسمع يلعب في الجانب الايسر وادي امامنا ناجاتومو. هدفين هذا الموسم واول هدف في اللقاء ساسولو. وامام هذه الهجمه شوف الانطلاقه وفارق السرعه وعدى من جاتزولا ولعب العرضيه السهله. شوف المساحات بدايه الهجمه هنا من اللاعب جوان وانطلاقه ناجاتومو وتمركز اللاعب بالاسيو وهدفه الثالث في 4 مع كالين ثم مع روما. وادي امامنا بالاسيو فضي نفسه حلو قوي بالاسيو ولكن الحارس على مرتين والمتابعه مع فريق نادي بولونيا. سجل في مرمى اليوفي كالياري بارما. شوف بالاسيو فاضي تماما مع زيجلر وحارس المرمى هنا بوميني. المهمه بعد اقاله رانييري وقبلها جاسبريني يعني خدوا الحقيقه مشاكل. وامامنا الهدف الثالث حلو قوي ريال. الهفوات والاخطاء الدفاعيه جوارين يلعبها. وامامنا هنا يعني متاخر قوي في التغطيه الدفاعيه. المدافع يلعب على الهجمه المرتده انطلاقه عن طريق ريكي الفاريز ومعاه بالاسيو المساحه الخاليه. وادي امامنا هنا بالاسيو المتابعه بالريكي والرابع ريكي الفاريز. ادي ريكي الى بالاسيو. وشوف بقى روسيني والدفاع فريق نادي ساسولو لغياب ترجع له مره ثانيه. ولد لمه حلوه قوي وميليتو يا ولد كرة حلوة قوي ميليتو لمستقبل الانتر. بص شوف ريكي بيعمل ايه وشوف هنا بقى دييجو ميليتو التحرك الجميل يروح وسط المدافعين. يا ولد يا لعيب لمه حلوه قوي. بيانكو نازل يترقص. سجل في بولونيا وفي جنوا وفي تورينو. يا ولد يا كامبياسو يا لعيب. لسه بقوله وبحكي كامبياسو سجل في مين؟ دييجو ميليتو متسلل راجع من الاوفسايد وكامبياسو يسجل. لكن هو مهرجان في كل شيء والتحكيم طبعا يعني لا يؤثر لكن نتيجه تقيله قوي. ادي امامنا هنا ميليتو كان راجع من التسلل وبص شوف كامبياسو بيعمل ايه. بوركيني ان شاء الله يوم 11 ويوم ادي امامنا هدف امامنا السابع امامنا هنا هو ميليتو في الدقيقه كام. ادي امامنا الكوره الملعوبه. شوف بقى كامبانيارو وادي انطلاقه من جوارين وخلاص النفس اتفتحت وامامنا على طول سهله جدا. على يمين السوراري عرضيه حضره وخطيره وفرصه امام المرمى. بعد ان ضغط اليوفنتوس كثيرا على مرمى فيرونا من ضربة الزاوية. الكرة تأيت عند كاتساتوري في المرمى. تمر عند بونوتشي ينقل كرة أمامية ممتازة في المكان المناسب. فرصة الله مبسوط يسجل الهدف الثالث مع اليوفنتوس. على الجهة لما يمرر ينقل الكرة في المكان المناسب. فرصة لمسات اليوفنتوس عرضية خطيرة الله
المرمى. هذه الكرة اللي يحت المرمى على يمين رافائيل. هدف الثاني لليوفنتوس، الثاني للبيانكونيري. هدف جميل جدا الرجال. توتي وعيدة، توتي يدخل، توتي بالراس، كوري، جول 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 جول. ريتي دي روما، ريتي دي روما. والنهاية بالمساء ممكن يعدي بيونيتش. توتي يا معلم، توتي يا كبير، توتي يا معلم، توتي يا كبير. كورة على القائم الثاني، يضرب كيما جات بالزاراتي بطريقة الكبار. كتيرو يا ولد، ملا تسديدة يا ولد. الاشقر يفرح، اشقر ما دخلتش، ممكن الاخرى ما راهاش، هذه راها تدخل. الثاني ماركيتي سيبقي الهزيمة بهدف. يايتش هو اللي جابها، يايتش يتقدم، يايتش يايتش يايتش. جول جول دي روما، ريتي دي لا جراندي روما. فرانشيسكو يا توتي الهدف العاشر والتاريخ. تمنيت نعلق عليه، ليس ضد لاتسيو.